السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفة جديدة أخواتي. هو واحد الخبز بالزيتون الكحل والفرماج، كيجي أكثر من رائع. تحضروا لكم ولوليداتكم، علاش لا، وتحضروا في شهر كريم رائع وزوين بزاف. على بركة الله أخواتي. هنا عندي تقريبا واحد 600 غرام، عندي نص كيلو ديال الفورص و 100 غرام ديال الفينو، عندي معلقة ديال العسل، عندي الماء دافي، عندي كيس من الخميره حبيبات كما لاحظتوا، وعندي واحد 200 غرام ديال الزيتون يعني اللي انا قطعته شويه رقيق، وعندي جوج قطع ممكن ديروا من جوج حتى لثلاثه حتى ربعه كاع الا بغيتو. انا درت جوج هنايا، جوج قطع ديال الجبن المثلث. وغندوزو اخواتي نعجنو العجينه ديالنا. هذيك المعلقه ديال العسل يمكن لكم تعوضوها معلقه ديال السكر، كما يمكن لكم تستغناو عليها. هنا غنجمعوا العجينه ديالنا مزيان، نخدموها ندلكوها، كتكون عجينه شويه خفيفه. زيد واحد شويه د الماء، جاني الماء قليل صافي. وغادي نجمع العجينه ديالي كما لاحظتوا. انا ديما عجينتي كتكون خفيفه، يعني كنخفف العجينه، وحتى في الخبز كنخفف العجينه. تخفيف العجينه اخواتي راه كيجي الخبز رطب، وكيجي العجينه الخبز مهوي وخفيف. هنا غنضيفوا المليحه كما لاحظتوا. انا ديما كنبعد الملح من الخميره. وغادي نبقى ندلك في العجينه ديالي، كنرشها مره مره بميها كما قلت لكم. كنديرها عجينه خفيفه. الا بغيتو الخبز يجيكم رطب ومهوي وخفيف، خفوا العجينه اخواتي، ما تقصحوش العجينه. الا قصحتوا العجينه راه تيجيكم الخبز مدقص وقاصح. هذه راه بتجريب، جربوا العجينه هكا خفيفه. هنا بعد ما خدمتها ودلكتها غادي ندير فيها ديك 200 غرام ديال الزيتون اللي انا قطعت، غندخلها هكا فيها. صافي انا دخلت ديك الكميه ديال الزيتون. غندير واحد المعلقه ديال زيت الزيتون هكا، هكا غندخلها حتى هي فيها. انا قلت لكم معلقه، وانما راه اكثر من معلقه. بغيت تعبروا بمعلقه ديروا جوج معلقات. انا درت عيني ميزاني، وانتم اخواتي راه تيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نغطي عليها ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها، ونتلاقاو ان شاء الله بحول الله. هنا اخواتي بعد ما ضاعف الخبز، ضاعفت العجينه ديالنا، ضاعفت يعني الحجم ديالها، غندوزو نشكلو الخبيزات ديالنا. غديروا ميني باغيت، بغيتو خبيزات دايرين ديروا كيف ما بغيتو. انا غنديرها ميني باغيت، يعني خبيزات طوال. هنا العجينه خفيفه، هزيت بنقطعها بلا زيت، ولكن خفيفه. غنجيب شويه الزيت وغادي نكور هكا. هنا اخواتي بعد ما كورت يعني كويرات صغار، عندي واحد شويه ديال الطحين كنديرو لتحت. لاحظوا معايا، شويه ديال الطحين فيه شويه ديال البلبوله، وكنطوي. بعد كنطوي كندوزها في داك الطحين، لاحظوا معايا، وكنسدها من الجوانب مزيان، وكنحط في واحد الطاوه واحد شويه ديال الطحين نديرهم لتحت كنساعدو بيه. كنبسطوها واحد شويه وكنبداو نجمعو فيها هكا، وكنسدوها وندوزوها في داك الطحين، ونحطو اخواتي في الطاوه.
هنا بعد ما كملتهم غنخليهم يتضاعف الحجم ديالهم. هنا الحجم ديالهم اخواتي تضاعف. فران شاعل على 220 درجه. غنقطعهم هكا واحد القطعه هكا من الفوق، يعني نديرو فيهم واحد الخطوط هكا وندخلهم للفران. شاعل على 220 اخواتي هكا. وهنا انا خرجت الخبيز ديالي، لاحظوا معايا كي داير خبيز يا سلام، رطب وزوين. لاحظوا شوفوا كي داير خبيز بالزيتون. هانتوما شوفوا الطيب كي داير رائع اخواتي. نتمنى كلكم تحضروه وراه كيعجب حتى الوليدات. خبيز يا سلام رائع وزوين بزاف بزاف. ما تنسوش اخواتي اللي عجبكم هذا الخبيز ديالي جربوه وتفاعلوا مع الفيديو بلايك وتعليق فضلا وليس امرا. جزاكم الله كل خير. هانتوما لاحظوا شوفوا خبيزات كي دايرين، راهم رائعين وزوينين بزاف بزاف. راكم عارفين ديك الريحه ديال الزيتون كتجي اكثر من رائعه. راه مقرمش برا من برا ورطب من الداخل. دابا غندوزو اخواتي نقطعو واحد الوحيده وانتم معايا باذن الله. خبيز هكا زوين بزاف بزاف للفطور ولا الكوتاي ولا يعني الوقت اللي نتوما حبيتو وبغيتو، راه زوين. انتم اخواتي غنقطعو واحد الوحيده معاكم. شوفوا كي داير يا سلام. وحدو مع كويس تاع اتاي وشويه ديال زيت الزيتون. رائع اخواتي. نتمنى هاد الوصفه ديالي تكون يعني نال الاستحسان ديالكم وعجبتكم وتجربوها نتوما وحبابكم ووليداتكم. وراه خبز صحي، يعني شي حاجه صحيه، الزيتون صحي، زيت الزيتون يعني شي حاجه اللي هي زوينه بزاف بزاف. كنتمنى هذا الخبز ديالي يعجبكم ونال الاستحسان ديالكم كما قلت لكم في الاول. وشكرا لكم اخواتي كاملين. ما تنساوش تجربوا هاد الخبيزات ديالي وتبارك الله عليكم. ولا عجبكم الفيديو شاركوه مع الاهل والاحباب ديالكم. شكرا لكم كاملين، احبكم في الله. الى الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. انتم رانا باقي كنوريكم رائع وزوين.